ويا مساء الفل، هنعمل مع بعض النهارده ميني تارت لذيذ قوي وسهل التحضير. هوريكم ازاي نعمل العجينه وتطلع ناجحه جدا بامر الله. مع شويه تزيين خفيف كده هيطلع الشغل تحفه. ويلا بينا نقول المكونات معانا عباره عن ايه. اول حاجه معانا 3 كوبايات وربع من الدقيق منخولين. معانا 200 جرام زبده فانيليا، بيضتين، كوبايه سكر بودره. تمام. اول حاجه هنبتدي نعملها، نجيب بوله فاضيه وننزل بالسكر والزبده. الزبده معانا قلنا 200 جرام زبده. طب ال 200 جرام دول نحسبهم ازاي؟ املي كوبايه زبده، بعد كده شيلي معلقه ونص كبيره من الزبده، يديلك بالظبط ال 200 جرام. تمام كده. وبالمضرب الكهرباء او المضرب اليدوي العادي نبتدي نخفقهم حلو قوي زي ما احنا شايفين كده، لحد بس الخليط ما ينعم معايا كده شويه زي ما احنا شايفين كده. وما تنسيش بعد كل ضربه نبتدي نجيب الحراف. حلوه قوي، الخطوه دي مهمه جدا. تمام. وافضلي اضربي لحد ما الخليط حتى لونه يتغير شويه. وبعد كده نبتدي ننزل بالبيض واحدة واحدة. دي كده أول بيضة نزلناها. بعدها على طول نبتدي ننزل بشوية فانيليا، يعني كل بيضة كيس فانيليا مثلا. وابتدي اخلطي حلو جدا زي ما احنا شايفين كده. يا دوب أول ما تختفي نبتدي ننزل بالبيضة التانية ومعاها باقي الفانيليا، ونضرب حلو جدا برضو. ما تقلقيش، هتحسي ان هي مفرولة كده بس طبيعية جدا. كملي ضرب فيها هتبقى زي الفل. أهم حاجة نجيب الجوانب زي ما قلنا قبل كده، وكملي تقليب فيها وضرب فيها لحد ما القوام بتاعها يبقى متماسك حلو شويه. بعد كده هنبتدي ننزل بثلاث كوبايات وربع من الدقيق. هننزل بثلاث كوبايات الاول ورشه ملح، والربع لو احتجتيه ما احتجتيهوش يبقى هما 3 كوبايات. تمام. انا جت معايا بثلاث كوبايات وربع، ممكن دقيقه عن دقيقه يختلف، فخلي 3 كوبايات وربع كده على جنب. احتجتيه يبقى تمام. اهم حاجه وانتي بتقلبي بايدك كده، قلبي بصوابع ايدك باطراف ايدك، مش بكف ايدك كله. تمام، عشان العجينه ما تنشفش معاكي. احنا بنخلط بس مش اكتر، يعني بنخلي دي يختفي بس مش اكتر لحد العجينه ما تبقى بالطراوه اللي احنا شايفينها دي. عجينه حلوه قوي، ناعمه قوي، طريه ومش بتلزق. تمام. هنبتدي نقسمها جزئين كده، كل جزء في كيسه. نبتدي نسويها زي ما احنا شايفين كده ونطبقها، ونعمل الجزء التاني برضو بنفس الشكل ده كده، وعلى التلاجة على طول. طب ليه؟ عشان دلوقتي هي طرية جدا، الشغل فيها هيحتاج دقيق كتير، فاحنا مش عايزين عشان العجينة ما تنشفش معانا، عايزينها تبقى متماسكة طول ما احنا شغالين. تمام. العجينة في التلاجة لسه، في الوقت ده هنبتدي نجهز معانا قوالب الميني تارت الصغنونة اللي احنا شايفينها دي. دي رخيصة جدا عند اي مستلزمات حلواني، بتتباع رخيصة جدا مش غالية. تمام. في منها الاحجام اللي انت عايزاها، عايزه الصغير اللي هي الميني ديت، عايزه الاكبر شويه، عايزه الكبيره، كله تحت ايدك. تمام، يعني انت وراحتك انت. عايزه القالب الكبير خالص بتاع التارت الكبير، عادي. هي العجينه واحده بتمشي مع كل الاحجام. تمام. نبتدي نرصهم في الصينيه زي ما احنا شفناهم كده، وبعد كده نطلع العجينه من التلاجة، هتكون متماسكه معانا وزي الفل. هنبتدي نرش شويه دقيق فوق وتحت كده شويه عشان ما تلزقش معانا، يعني رشه خفيفه جدا. وبعد كده نبتدي نفردها بالشكل ده، لا تخليها رفيعة قوي ولا تخليها تخينة. وبعد كده نبتدي نجيب القوالب اللي معانا ديت، نبتدي ان احنا نحطها في العجينة بالشكل ده عشان تسهل علينا الشغل. ويا دوب بس بصبع ايدي كده زي ما احنا شايفين بضغط بس وبشيل الزيادات مش اكتر. اهم حاجة واحنا شغالين اخلي العجينة تبقى متوسطة، لا رفيعة قوي ولا مليانة قوي، عشان لو مليتيها قوي هتنفخ معاكي ومش هتبقى حلوة. فخليها في الوسط كده، حاجة صغيرة، يعني مش ضعيفة لدرجة ان هي تتحرق، ومش تخينة لدرجة ان هي تنفخ معاكي، وتكون معانا بالشكل ده. توزيعها سهل قوي، الشغل فيها ممتع جدا.
هتحبوها قوي طول ما انتوا شغالين. وبعد كده نبتدي بالشوكه كده نعمل زي ثقوب كده زي ما احنا شايفينها كده. ليه الحركه دي؟ عشان العجينه اتفادى ان هي ما تنفخش مني. دخلناها الفرن وده في نص التسويه زي ما احنا شايفينها كده. وبعد ما تخرج بتكون معانا باللون الوردي ده، تخرج على طول من القالب زي ما احنا شايفين كده. عايزه تدهنيها لو انت قلقانه بنقطه زيت كده تمام، مش عايزه هي كده كده بتطلع اصلا وفيها زبده، فما تقلقيش منها خالص. ده السمك بتاعها، شايفينها عامله ازاي؟ طالعه مظبوطه قوي، البسكوته مقرمشه قوي، تحفه. عايزين نحفظها، بنحفظها ازاي؟ بنبتدي نحطها في علب بلاستيك زي ما احنا شايفينها كده، واهم حاجه غطيها عشان تفضل محافظه على القرمشه بتاعتها. تمام، ده بيكون شكلها وده بيكون لونها، ما تزوديش عن لونها عشان تبقى لونها دهبي كده زي ما احنا شايفينها. تمام، يلا بينا نبتدي نعمل الحشو. معانا شوية لبن، شوية كاستر، وشوية سكر. اخترت لكم ابسط الحشوات، يعني اي حشو انت عايزه تختاريها انت وراحتك. عندك جناش الموكا، جناش البندق، جناش الشوكولاته، اختاري اللي نفسك فيه واعملي بيه. انا اخترت دلوقتي 3 حاجات كده بساط. نقلب ده كله على البارد الاول وبعد كده على النار. اهم حاجه تكوني موطيه النار خالص عشان ما يتحرقش معانا. بعدها على طول نبتدي ننزل بشويه فانيليا اختياري لو عايزه. وبعد كده اول ما يجمد معايا القوام بتاعها نبتدي ننزله في بوله فاضيه لوحدها. وبعدها على طول نبتدي نجيب كيس نايلون ونغطي وشها عشان ما يعملش زي طبقه قشر كده عليها. يعني الكيس كده زي ما احنا عاملين يبتدي يلامس الكاستر. وعلى التلاجة على طول نبتدي نعمل شويه كريم شانتيه، عباره عن كوبايه الا ربع من اللبن الساقع، خليها في الفريزر كده تبقى فيها شوية تلج كده، وكيس كريم شانتيه محلى. عايزة الخام حطي له شوية سكر. تمام، ونبتدي نضرب فيها حلو جدا على أعلى سرعة لحد ما يبقى القوام معانا زي ما احنا شايفينه كده. ونبتدي نقسم الكريم شانتيه لجزئين، وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هنبتدي نحط شوية نوتيلا عليها ونبتدي نقلب حلو جدا. افضلي قلبي كده لحد ما تشوفي اللون عامل ايه. عايزه اكتر زودي شويه نوتيلا، مش مفيش نوتيلا تاني حطي شويه كاكاو خام لحد ما يوصل معاكي للون اللي انت عايزاه. انا حبيت اللون ده. تمام، وخليها على جنب. بعد كده نبتدي نجيب شوكولاته دارك وشوكولاته بيضه ونعمل زي قاعده كده زي ما احنا شايفينها كده في الاول، عشان لما نيجي نحط عليها الحشو البسكوته بتاعتها ما تطرش. فانت بتعملي زي عازل كده بالشوكولاته دي. تمام، عشان تفضل محافظه على القرمشه بتاعتها زي ما احنا قلنا. عندك شوكولاته بيضه، شوكولاته دارك، شوكولاته بالحليب، لو انت عايزه اي نوع شوكولاته. المهم الخطوه دي ليه؟ عشان لو حطينا كاستر، حطينا كريم شانتيه، حطينا حاجه، البسكوته ما تطرش معانا. تمام، نبتدي نعمل الكميه كلها زي ما احنا شايفين كده، ونوعي وشكلي انت وذوقك. انا عملت شوكولاته وبعد كده رشيت شويه فستق كده تدي شكل شيك قوي. هي البسكوته لوحدها تحفه. بعد كده نبتدي نحط اللي هي الشوكولاته البيضاء، احط فيها الكاستر ونعمل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده كده تاني شكل معانا. دمها خفيف قوي يا دوب على البق، مش بتحتاج مجهود قوي وانتي بتقدميها، حاجه تحفه. وشوفي الكيلو انتي بتشتريه بكام. انا عايزه بس كل واحد كده ينزل لاي حلواني قريب منه ويشوف الكيلو منه بكام. بعد كده نبتدي نزينها بشويه لوز كده من على الوش. ويلا بينا نعمل شويه بالكريم شانتيه لوحده. وده معانا كريز، عايزه تحطي فراوله، عايزه تحطي كيوي، المتاح عندك. بعد كده كريم شانتيه والنوتيلا، نوعي زي ما انت عايزه ويكون معانا بالشكل ده. حاجه بسيطه قوي، الشغل فيها ممتع قوي، بدعي فيها زي ما انت عايزه. دي كده الكميه معانا خلصت والشكل معانا تحفه غير الطعم والله. اتمنى تجربوها واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وصحه وعافيه للي جربوها. اتمنى لسه ما اشتركش في القناه اشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.